ضربة حرة مباشرة لنادي غزل المحله ناحيه اليمين على طول. هنداوي يعتمد على نفسه. هنداوي عايز يلعب العرضيه. هنداوي والعرضيه جميله. عايز يلعب العرضيه هنداوي والعرضيه جميله. احمد حسن عملها وكلمته قالها. يا سلام عليك. 100 فرحت المحلويه. 100 فرحت المحلويه. احمد حسن يحرز الهدف الاول لنادي غزل المحله في الدقيقه 16 من احداث الشوط الاول. يا سلام عليك يا احمد يا حسن. يا سلام على العرضيه النموذجيه من محسن هنداوي. لسه ما كملتش كلامي بقول لك محسن هنداوي حاول تيزا من ناحيه اليمين على طول من محسن والهدف الثاني لفريق نادي غزل. حاول تيزا من ناحيه اليمين على طول من محسن والهدف الثاني لفريق نادي غزل المحله. الهدف الثاني احمد حسن تصالح مع الشباك مره اخرى. احمد حسن واحنا عارفين اللي هو كان هداف هذا الدوري الدور الاول. احمد حسن اظهر وبان عليك الامان يا نجم يا فنان وانت هداف فنان يا احمد يا حسن. سجل هدف ثاني لنادي غزل المحله في الدقيقه 20 من الشوط الاول. 2 غزل المحله لا شيء النادي الاولمبي. واعتقد سنستمتع بهذا اللقاء باذن الله تعالى. 2 غزل المحله لا شيء النادي الاولمبي. احمد حسن فاجئنا برأسية حلوة في شباك محمود سيد. بسيوني محمود انطلاقة لعيب مهاري لم كورته بشكل جميل. اتلعبت البينية مفيش تسلل. احمد حسن يعملها وفي الجول يسجلها. الهدف الثامن لاحمد حسن. هدف ثالث جميل. الله عليك يا احمد يا حسن يا هداف يا كينج يا ابني والله يا ملك الهدافين يا احمد يا حسن. احمد حسن ثلاثيه رائعه. هدف جميل ولا اروع ولا اجمل. هذا السلوباس على مره واحده على طريق الكبار. احمد حسن هدف ثالث نموذجي على طول بالقدم اليسرى سريعه تتهادف في المرمى الهدف الثاني. هدف محلاوي. هدف ثالث جميل. الله عليك يا احمد حسن. الله عليك يا محله النهارده. اداء راقي اداء ممتاز مفيش كلام. احمد حسن يرفع رصيد الكابتن عمر اسلام والسنده واللمسه واحمد حسن يخلص من الجواد. لعيب احمد حسن والبينيه الجميله والتصويبه والهدف الاول لنادي غزل المحله. احمد حسن 9/6/82. احمد حسن بدايته كان في مركز شباب سمر ثم مركز شباب نادي بني سويف ثم نادي بني سويف وانتقل لنادي الاتحاد الليبي ومنه للالومنيوم ومنه لنادي غزل المحله. قدام الدوري الرصيد 6 اهداف. لا 6 اهداف مين بقى؟ ده 7 اهداف النهارده احمد حسن. يعني الراجل كده يغيب ويلدغ كالعقرب يحوم كالفراشه ويلدغ كالعقرب. احمد حسن هذا احمد حسن. ادي البيانيه بتاعت صبحي الجميله واحمد حسن والتصويره بالقدم اليمنى على عكس عدلته احمد حسن. يعني احمد حسن تصويره وهو بيلعب بالقدم اليسرى لكن المره دي يطلق خفيفه بالقدم اليمنى يحرز الهدف الاول على يسار عصام محمود. طبعا الحارس العملاق لنادي تشيلسي الانجليزي التشيكي بيتر تشيك. فاول ضربه حره مباشره. محسن هنداوي عرضيه خطيره. سلام على هذا الكلام. احمد حسن القناص مر بالحراس يضع البطاقه الاولى لغزل المحله من تمريره حراريه من محسن هنداوي على راس هذا القناص وبالمليمتر كما يقول المعلقون. نقول ايه بالمليمتر من محسن هنداوي على راس القناص مر بالحراس. احمد حسن يضع البطاقه الاولى لغزل المحله ليتعادل ضيوف اللقاء مع اصحاب الارض بهدف لكل فريق.
هذا هو صانع فرحة غزل المحلة احمد حسن، هداف من هداف الدوري، 4 اهداف يرتقي في الحوشي. ادي العرضية فيها الخطورة، اوبا يا سلام، سلم الشبكة بتتكلم. والهدف الاول لفريق نادي غزل المحلة احمد حسن. احمد حسن يا جماعة تاجر السعادة لغزل المحلة وهداف الدوري، يسجل الهدف الاول للمحلة احمد حسن. احمد حسن يا جماعة يعتبر فريق غزل المحلة ما شاء الله وش السعد على هذا اللاعب احمد حسن في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل من ضاع بيعمل يعني الفولو والمتابعة الرائعة ويسجل الهدف الاول لغزل المحلة النجم احمد حسن. يعني تبقى المحلة 1 بتروجيت لا شيء. احمد حسن كان ليه 9 اهداف وهداف الدوري، ارتفع رصيده كده الى 10 اهداف. احمد حسن ما شاء الله يعتبر نادي غزل المحلة وش السعد عليك يا احمد يا حسن. على طول دي ضربة الرأس على طول لأحمد دروجبا وأحمد صديق، حلوة يا خبر، ماشي نص ملعب ماشي 3-0 أحمد صديق. إنما دروجبا حطها لك إيه وهو كمان حط وش رجله قبل ما تلمس الأرض. حلوة 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 3-0. في عصبية، ولذلك طبعا شفنا عدد كبير من الانذارات وحالتين طرد و26 فاول. انطلاقة أمامية وتصويبة هوب. الهدف الثاني لغزل المحلة. والله بيفاجئنا غزل المحلة بهذا الأداء في هذه المباراة. غزل المحلة يكشف تماما عن أنيابه، وأحمد حسن دروجبا العائد بعد غياب عن هذا الفريق وكان بالفعل هداف الفريق. رحل إلى النادي الأهلي فترة طويلة موسم كامل، انتقل بعدها لاتحاد الشرطة ثم عاد على سبيل الإعارة. وهذا أحمد حسن دروجبا يحتفل مع عشاقه، يحتفل مع أنصاره، يحتفل مع جماهيره بهدف ثاني في مرمى العملاق الأحمر، بهدف ثاني في مرمى المارد الأحمر النادي الأهلي. والله النادي الأهلي في مأزق كبير في هذا اللقاء. عفوا 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 كابتن حسام البدري، ماذا ستفعل في هذه الأمسية؟ ادي عبد الحميد شبانة والتصويبة، القائم يتصدى بيلاقيها على طول حسن دروجبا. احمد حسن دروجبا يضع البطاقة الثانية لغزل المحلة في بداية احداث الشوط الثاني. 2 غزل المحلة لا شيء النادي الاهلي. وماذا يا ترى سيفعل كابتن حسام البدري في هذا الحوار؟ يا سلام، تمريرة حلوة في العمق جميلة عملها احمد حسن دروجبا بضربة رأس لعبد الحميد شبانة، تصويرة صاروخية استلمت بالقائم ترد له بدون رقابة. يضع البطاقة الثانية نقول في الدقيقة الأولى أو الدقيقة الثانية. كريم عادل عبد الفتاح سيكون المهاجم رقم 3 لغزل المحلة. ضربة حرة، عبد الرحيم طه تتلعب على طول عرضية ودروجبا والهدف الثاني. الهدف الثاني لغزل المحلة. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، لسه بقول لحضراتكم احمد حسن دروجبا احد المحطات الهامة لغزل المحلة. على طول تتلعب العرضية العالمية ويضعها دروجبا برأسه 100 ليحرز الهدف الثاني للمحلوية في مرمى مين؟ في مرمى ذهاب الجبل. 2 المحلة 1 المقاولين العرب. وسط طبعا فرحة عارمة لجمهور غزل المحلة. اهو اتلعبت على طول عرضية جميلة ودروجبا يا ولد بيزحلق الكرة كده على طول على يسار او على يمين حارس المرمى محمد العقباوي. على طول محمد حسن دروجبا يتقدم ويضع غزل المحلة، وكأن غزل المحلة في الدقيقة 10 يا حبايبي الكرام على موعد مع السعادة ليحرز له دروجبا هدفه الثاني. احمد حسن دروجبا شفناه بيحرز في النادي الاهلي بقدمه. ضربة ركنية لصالح فريق الجونة، تتعمل امامية في ال18 ويغمسها. حلوة حلوة حلوة، يا سلام يا سلام يا سلام. فاجئنا كلنا بهدف في الدقيقة 30. مين؟ انا لسه والله ظلمتك يا دروجبا، بقول هل هو لسه مش في فورمته؟ هل دروجبا لم يدخل في الاجواء الحقيقية؟ ده طبعا ولا ايه؟ سعد حسني الباك الشمال، وضربة ركنية اتعملت طبعا بالقدم اليمنى. بالقائم الاول بيغمزها كده دروجبا لتسكن الشباك ويتقدم الجول. مرة ثانية من احمد عمران، يمكن احمد عمران ويعود احمد حسن دروجبا، يعود احمد حسن وادي حكم اللقاء وهدف شرعي لنادي الجونة. ويعود مرة اخرى الجونة من جديد يعود الجونة، يعود
البحر الاحمر مره اخرى. ادي احمد عمران وادي التحرك، لسه بقول ممكن احمد عمران وادي الرأسية وخطف الناس كلها، خطف الناس كلها احمد عمران في الدقيقة 10 عشان تتعدل النتيجة 2-1. 2-1 عرضية ولا اروع ورأسية ولا اجمل. ومع تحيات احمد حسن دروجبا يا محمد يا صبحي خطف عمر بذكاء كده وبمهاره بيليا بتوصل عند دروجبا وفيها خطوره الكوره، فيها خطوره الكوره وادي التصويبه جوه الجول، جوه الجول. دروجبا 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 دروجبا. احمد حسن فرج الشهير بدروجبا يعلن عن الهدف الثاني لفريق الجونه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، في الدقيقه كام؟ في الدقيقه الخامسه من بدايه الشوط الثاني. هدف على طريقه الكبار اصحاب التصويبات القويه، مفيش احلى من كده كوره. يا سلام على الكوره لما بتخدم. احمد حسن دروجبا وضعها بشكل جيد جدا على يمين الحارس محمود السيد حارس مرمى فريق الانتاج الحربي. الراجل ما قدرش يعمل لها اي حاجه، الراجل كانت صعبه عليه جدا الكوره، وضعها رائعه رائعه رائعه. ادي على طول طبعا ما فيش كلام. كبار الزوار واعضاء مجلس اداره الناديين سواء مجلس اداره الجونه او مجلس من فريق الجونه. لسه الكره مع احمد عادل جوه المنطقه، هوبا جول هوبا جول هوبا جول. 2-0. احمد حسن دروجبا والهدف الثاني.